السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. قصة مأساوية دايما بتحصل في رمضان وبنسمع عنها. يجوا الأهل بيصحوا حد وقت الفطار يلاقوه للأسف ما بيستجابش يروحوا بالمستشفى، تكون حصلت الوفاة. القصة دي دايما متكررة مع مرضى السكر، واللي بيحصل إن بيحصل له هبوط أو انخفاض في مستوى السكر من بعد السحور لحد مثلا العصر. يبدأ العصر يحس إن هو مصدع، مش قادر يركز، همدان دايخ، فيبدأ يقولك أنا هنام ساعتين لحد الفطار وخلاص عشان ما يكسرش صيامه. فيروح نايم، يجي يصحى على الفطار للأسف ما بيستجبش. واللي حصل إن السكر بدأ مستواه يقل في الدم جامد لحد ما دخل في غيبوبة سكر تامة، وبدأ تحصل الوفاة. عشان كده أنا حابب أقدم لك بعض النصايح لو عندك مريض سكر إن إزاي تتعامل معاه في رمضان، عشان للأسف ما نفقدوش أو تحصل له مضاعفات خطيرة لمرضى السكر. أول حاجة هي متابعة المريض، متابعة الطبيب اللي حضرتك متابع معاه عشان يشوف هو يقدر يصوم ولا لا. تاني حاجة لابد من وجود جهاز قياس سكر في البيت، وتقيس له السكر بانتظام في اكتر من مرة في اليوم. لو لقيت ان السكر اقل من 70 او 60 لازم يكسر صيامه عن طريق ان هو تجيب 4 معالق سكر وتدوبهم في كوباية مية ويشربهم ويتوجه على اقرب مستشفى. كمان انت في البيت او المريض السكر اللي عندك في البيت لازم يكون على دراية باعراض انخفاض مستوى السكر في الدم، اللي منها الصداع الشديد، الاحساس بالدوخة، العرق الشديد، العصبية، عدم التركيز. كل ده من اعراض مستوى انخفاض السكر، فلو لقينا الاعراض دي لازم نقيس السكر ونشوف هو كام. ده كمان لازم اول ما نبدا فطار نبدا فطار بالبروتين والخضار، نبتعد عن السكريات. نحاول بقدر الامكان التمر، طبعا هي مشهور جدا في رمضان بس بالنسبه لمريض السكر اكتر جرعه ليه هي 3 حبايات في اليوم. نحاول بقدر الامكان نبتعد عن الحلويات، وخصوصا الكنافه والحاجات اللي اتصنعت منها. وربنا يحفظكم.